يجي حد يكتب على النت معلومة أو خبر أروح معاه من غير ما أعرف الكلام ده صح ولا غلط. قصبة تحركها الريح، رايح مع الرايح وجاي مع الجاي. خطية كمان وهي سوء الظن في الناس، وممكن يبقى الإنسان بريء ونسيء الظن فيه. احنا بنسيء الظن من غير ما نعرف أي معلومة. ما تعرفش قول ما اعرفش، بلاش سوء الظن. بلاش تبقى قصبة تحركها الريح. يجي حد يكتب على النت معلومة أو خبر أروح معاه من غير ما أعرف الكلام ده صح ولا غلط. قصبة تحركها الريح، رايح مع الرايح وجاي مع الجاي. خطايا النت كتير ممكن تضيع مننا السماء. يبقى بيعمل ايه؟ بيضيع الوقت، بيعمل تجاهل أسري، بسبب إدانة، بسبب عثرات، أو أنا بكون عثرة لغيري، بسبب التذمر وعدم الرضا، يعمل مقارنة في الأسرة، يوجعني في الزنا أو بالكلام أو بالنظر، يوجعني في سوء الظن. يا ريت نخلي بالنا من خطايا النت والتليفون. ناخد كام نصيحة. أول حاجة، لا تكتب إلا فيما تعرفه. عارف مصدر المعلومة صح اكتب، مش تسمع لطرف واحد وتكتب وتمشي مع طرف. لا تكتب إلا فيما يفيد أو يبني غيرك. السيد له المجد قال: كل كلمة بطالة سوف تعطونا عنها حسابا. كل كلمة بطالة، مش شتيمة، لا، الكلمة البطالة اللي هي الكلمة التي لا تبني اللي يسمعها، ما تفيدش اللي يسمعها، دي هتدي عنها حساب. لا تشترك في نشر الشائعات عشان تشوه صورة حد، عشان انت ما تبقاش سبب عثرة لغيرك. لا تكن قلما في يد الشيطان. يستخدمك الشيطان لما يحب الشيطان يشوه الكنيسة أو يعسر حد في الكنيسة. عايز قلم عشان يكتب على الفيس، يخلي واحد نفسيته ضعيفة ويكتب على الكنيسة عشان يعسر الناس.